السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهارده يا جماعة هنتكلم عن الكلفة وأسعار الكلفة. بعد المربين الفترة الأخيرة كلها بدأت تشتكي من أسعار الكلفة وتقول العائد ما عادش مغطي التكلفة، يعني احنا بنكلف وبنصرف كتير على الحمام ومفيش عائد ومفيش مردود قوي من التربية. الكلفة يا جماعة أسعارها بقى بصراحة بقى في السماء. النهاردة ممكن تروح تشتري كيلو الكلفة ب 22 جنيه، وبتروح تشتري ب 18 جنيه وب 20 جنيه، وفي بتزيد وفي بتقل. ولكن في المجمل أسعار الكلفة فعلا بقت أسعار يعني عالية ومرتفعة. احنا النهاردة جايب لكم شوية بدايل عشان نوفر في التكلفة، إن شاء الله تكون بدايل كمان مجدية. ولكن بس خلينا نتفق على حاجة، ان زمان يا جماعه ما كانش في حاجه اسمها كلفه. يعني خلينا بس نرجع بالزمن بس الذاكره لورا شويه. اخواتنا اللي بيسمعونا دلوقتي يعني اللي هم يعني الغواة القدام اللي بقاله غاوي بقاله 15 سنه او 20 سنه، زمان يا جماعه الخير ما كانش في حاجه اسمها كلفه. كانت الناس كانت بتدي اي نوعين من الحبوب وزيادات اكل من المنزل وخلاص، الحمام يلا بينا يلا بينا، الحمام ما شاء الله عايش والدنيا زي الفل. ابتكار الكلفه ده ابتكار حديث. حتى العلف يا جماعه ما كانش في حاجه زمان اسمها علف. برضه اخواتنا الغوال القدامى اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين الكلام ده، ما كانش في حاجه اسمها اعلاف. برضه وخلي بالكم على فكره السبب في امراض كتير هو الاعلاف يا جماعه سبب في امراض كتير جدا. زمان برضه يا جماعه كنا بنعالج الحمام ده بفص توم. يعني فص توم كنا بنعالج. طبعا انا عايز اوديك لنقطه، ركز معايا عشان انا عايز اوديك لنقطه. فلما انتشرت الاعلاف، فالاعلاف ده اصلا بتبقى مصنعه من عظم المواشي وبيبقى عليها ملح كتير وعليها جير وحاطين عليها حاجات غريبه كده. فلما بدات تظهر الاعلاف ده بدات تظهر الامراض. فالنهارده ما عادش ينفع ان انا اعالج بفص توم زي زمان، لازم اكون اجيب مضادات حيويه قويه وابدا ان انا ان انا ادي الحمام فيتامينات عشان يستحمل الامراض ورفع مناعه والقصه دي كلها. فالموضوع النهارده اختلف عن زمان. طيب بالنسبه يا جماعه للكلفه، لو احنا عايزين نوفر في الكلفه يا جماعه ممكن ان انا احط نوعين حبوب بس. يعني انا ممكن ادي قمح زائد ذره صفراء لو انا الحمام ده مفيش تحته زغاليل. لو في جماعه تحت الحمام ده زغاليل ممكن نزود عليهم علف، ولكن العلف عشان بس ما ندخلش في مشاكل تانية، العلف هحطه بنسبة لا تتخطى 15%. يعني 10% 15%، ما احطش بالنسبة اكتر من كده. لو في وجود الزغاليل هيخلي عندك الزغاليل حجمها كويس. مش لازم بقى ان انا احط 7 8 انواع عشان الحمام عندي يديني مردود والحمام عندي يبيض والقصه دي كلها، لا. اعرف ناس بتحط نوع حبوب واحد ولكن بشرط. ممكن احط نوع حبوب واحد ايوه، ولكن بشرط. هقول لك الشرط وما تستغربش. طبعا في ناس كتير عارف ان هي دلوقتي هتقول ممكن اكل حمام نوع حبوب او 2 أو 3. ايوه ينفع تحط نوع حبوب او 2 و3، ولكن الشرط يا جماعه ان انت تكون بتطير الحمام ده لو هو حمام شعبي، والحمام ده بيطلع يجيب رزقه من الحقول وبيطلع يجيب الحبوب الواقعه من المزارعين والواقعه من التجار. فهنا تقدر ان انت تحط الحمام ده نوع واحد من الكلفه. طيب عشان نوفر برضه يا جماعه من الكلفه ونلاقي بدايل مع بعض، في يا جماعه الخير الناس اللي بتكلف مرتين وبتحط الاكل ياما على الفاضي على الارض، والحمام بيعمل اخراج على الاكل ويرجع ياكل منه تاني والاكل بيترمى والقصه دي كلها. الحمام يا جماعه لازم ياكل بميعاد عشان ياكل كويس جدا. ولو مفيش تحته زغاليل باكله وجبه واحده بس في اليوم. باكله وجبه يا جماعه واحده بس في اليوم لو مفيش تحته زغاليل. في تحته زغاليل باكله وجبتين، والاكل يكون فيه نسبه علف. مفيش زغاليل يبقى مفيش نسبه علف، هاكله قمح وذره صفراء بس وتلاقي الحمام معاك زي الفل. ناس كتير يا جماعه بتربي بالطريقه ديت والحمام معاها تمام وزي الفل. طيب في بديل تاني، ايوه في بديل يا جماعه مهم جدا، ان انت ممكن زيادات الاكل من المنزل ما ترميش زيادات الاكل دي. ابدا ان انت وفر اي اكل، ولكن ما يكونش اكل يعني ما يكونش بقى اكل بايت واكل حامض والقصه دي كلها. حط برضو الحمام عندك لو انت بتربي حمام شعبي حمام بلدي، ادي الاكل ده برضو ما عندكش اي مشاكل. الحمام بيتغذى على حاجه، على فكره الحمام مناعته عاليه جدا جدا. يعني احنا بس اللي بنضر الحمام بايدينا. طير الحمام سبحان الله هتلاقي مناعته حلوه عندك وزي الفل. النقطه المهمه يا جماعه هنا وهي نقطه التسويق. التسويق لو انت عندك مصدر للتسويق فانت بنسبه كبيره المشروع تربيه حمام هينجح معاك حتى لو حطيت له كلفه متنوعه. نقطه التسويق يا جماعه ممكن تتسوق لمحلات الفراخ وممكن تتسوق للمطاعم. ولكن مش هينفع بقى تروح لو انت بتربي حمام بري او حمام من بلد اللي هو الضعيف ده تروح تسوقه بره المطاعم وتروح تسوقه لمحلات الفراخ. مش هينفع خالص. فانت لازم هنا ان انت لو بتربي حمام حاول ان انت تهجن الحمام بتاعك، وديت نصيحه مهمه جدا، ان انت
تهجن انواع الحمام عندك، لحم فرنساوي مثلا مع البلدي، هيجيب لك مردود من اللحم كويس، تقدر ان انت تسوق الزغاليل عندك عشان ان انت يكون عندك عائد وان انت تقدر توفر في اسعار الكلفة. طيب في بدائل تانية يا جماعة، يا جماعة الخير، النصيحة المهمة والرئيسية لو انت عايز فعلا مشروع الحمام ينجح عندك، ان انت تطير الحمام بتاعك ده. لو طيرت الحمام هتلاقي عندك الحمام ما بيصرفش. يعني انت لو في حابس الحمام بتصرف عليه كل يوم 100 جنيه، لا انت هتصرف عليه النهارده يعني 50 جنيه، النص بالنص. ليه؟ الحمام الطاير بيوفر عليك في التكلفة، وكمان الحمام الطاير بيقل معاك في التكلفة، وكمان بيزيد في الانتاج. يعني لو انت بتاخد من الحمام المحبوس 10 جواز، لا هتاخد من الحمام الطاير 15 جواز. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هتلاقي ان البيض اللي هو بيبقى مروق من الحمام المحبوس، لا هتلاقي البيض معمر، لان الحمام بيخصب حلو جدا في الحريه. التكلفه الادويه والعلاجات اللي انت بتصرفها على الحمام المحبوس مش هتصرفها على الحمام السايب. فالحمام السايب اقدر هنا ان انا اقول لك اوفر بكتير من الحمام المحبوس، ومهم جدا ان انت تربي حمام سايب. اتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده يكون قدم لكم معلومه. ان شاء الله اوعدكم فوائد قويه جدا مراحل قادمه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.